بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسعادة ان شاء الله. انا حطيت الحاجة بس والله مش عارفة مين اللي اتصل عليا فصل لي الفيديو من الاول خالص. انا حطيت دلوقتي اللهم صل على النبي الجناحة رخيص خالص في السوق. هنعملها كنتاكي بس بطريقة جديدة يعني. يا ريتكم كنتوا شفتوا من الاول. المشكلة مش مهم. انا حطيت الجناحة بعد ما غسلتها ونقعتها كويس قوي بالملح والجنزبيل، خليتها زي القشطة. رحت حطها على النار وحطيت لها كوبايه ميه، وحطيت لها طماطمايه، وحطيت لها بصلايه، وحطيت لها فلفل اسمر وملح. اللهم صل على النبي. وهسيبها تتشوح كده شويه. دي للبنات اللي هم مش بيعرفوا يقلوا الكنتاكي عشان بيبقى فيه دم. دي طريقه جديده وجميله. قطعتها زي ما انتوا شايفين حتت اهي، تشوفوا ازاي عشان لما تتحمر بطريقه. انا مش هسويها، هنعملها نص سوا بس، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. اتفرجوا بقى على احلى شوية كنتاكي بقى. طعم بقى البصل، بتاخد من طعم البصل وطعم الطماطم، بيبقى طعمها روعة. وفلفل اسمر بقى وملح، مفيش الا كده البهارات، فلفل اسمر وملح والطماطمية وبصلاية. وتروح حطها بكوباية مية بس واحدة، عشان المية دي احنا هناخدها مش هنرميها، هنعمل بيها الخلطة. اتفرجوا بقى الجمال. بصوا، هسيبها بس تتشوح شوية كده يعني. بص لسه حطاها بس التليفون ضرب فما عرفتش، ففصل لي الفيديو. شايفين حبايبي؟ هسيبها بقى تتغطى قبل ما اعمل احط اعمل الخلطة بتاعتها. تعالى نعمل شوية رز كده بالخلطة، بس مش الخلطة بتاعت الكبسة يعني، الخلطة العادية كده. انا حطيت شوية زيت، يجي 3-4 معالق زيت كده، وحطيت عود قرنفل، وحطيت قرفة وكزبرة، وحطيت كركم. تمام. هسيبهم بس يتشوحوا كده يطلعوا ريحة. اتفرج على احلى شوية رز جنب الجناحة. الله على الريحة. هحط الرز فوقيها على طول كده، وهشوح ده بده. غسل الرز ومصفيه، مش هياخد منك وقت خالص الاكل. هسيبه بس يتشوح شوية كده. لازم تقلبيه شوية في الزيت كده مع الحاجة عشان يبقى نفس الطعم، وفي نفس الوقت الرزاية تتحمر شوية عشان ما تبقاش معجنة معاكي. انا مش عاملة كتير، انا عاملة حبة صغيرة عشان نعمله جنبها سلطة طحينة كده جنب الكنتاكي، واللي عايز ياكل بالعيش ياكل. سيبه يتشوح بس شوية كده على نار واطية. حلو قوي كده حبايبي. شايفين؟ احط المية بتاعته. كوباية الرز بتاخد كوباية مية، خلي بالكم. شايفين حبايبي؟ انا حطيت شوية دقيق وقلبتهم بشوية مية، عشان لو نزلت المية السخنة دي عليه ما كانش تتعمل كان هيتجمد الدقيق. فدلوقتي كده هقلبه عادي كده اهو. احلى خلطة بقى دي، فيها كل البهارات بقى، فيها الفلفل الاسمر ومرقة الدجاج، كله. احلى خلطة دي.
شايفه ما تقلهاش، خليها حلوه كده يا دوبك. عايزه تحط لها بقى فيجيدار تاني، عايزه تحط لها تعمليها تحطها هنا وتعمليها بالفيجيدار، ماشي براحتك، حاجه ترجعلك. يعني تكبري الجناح شويه. هنا حطيت شويه دقيق وشويه، كان عندي باكو كده فيجيدار حطيته عليه، وحطيت شويه ملح وشويه كركم، بس محطيتش حاجه غير كده. هاخد من هنا كده واحط في الخلطه اهي كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. وزي ما قلت لكم ممكن تقلوها كده عادي من غير اللي انا حطيته ده. الحاجه التانية دي هقلبها بس كده، هاخد منها كده اهو واحط هنا كده. الخلطه دي جميله جدا، لو تعملوها والله هتعجبكم قوي، خلي بالكم. هي مش مسلوقه، هي معموله يا دوبك بس كده ايه. طب مره تانية. شايفين حبايبي؟ هحط في الزيت، انا حاطه الزيت على النار. انا هوطي النار خالص واسيبها تتحمر مع نفسها على نار واطيه. شايفين حبايبي؟ بس اتحمرت شويه، طلعي في مصفى على طول كده. انا طلعت دول اهم، بس طلعوا متحمرين السنه بس احسن يعني، بس مخروشه بقى ناشفه خالص، عامله زي بتاعه المحلات بالظبط. وحطيت دول اهو على نار واطيه يا جماعه، عشان لما عليت النار اتحمرت شويه. شايفين حبايبي؟ بصوا لونه، بصوا بيخروش ازاي، اللهم صل على النبي اهو، يفضل لاخر حته مقرمش. بص الحته بقت كبيره ازاي، بص لحمه ابيض ازاي زي الشمع اهو. شايفين؟ وادي الرز اتعمل. اللهم صل على النبي. شويه رز عسل بقى، ولا ريحتهم في منتهى الجمال. الكوبايه بتاخد كوبايه وربع ميه، تصدقوا؟ عشان الرز يتقل دلوقتي، ولا طعمه روعه. اعمليه كده بنفس النظام، بيبقى طعمه حلو قوي مع الكشري. عايزه بقى شويه كاتشب كده، شويه كاتشب ولا شويه مايونيز ولا شويه رز بتاع ده طحينه، وتاكلي بقى شويه احلى شويه كنتاكي. اهو الباقي اهو بحمره. شوفوا على نار واطيه ازاي، انا مش معليه النار خالص، نخليها واطيه عشان خاطر لو علتها هيبقى ني من جوه، لو انه هو واخد غلوتين يعني على النار كده يبقى استوى خالص. اعمليه بنفس النظام. بصي مقرمش ازاي، بصي
بس مقرمش وجميل، العيال هيفرحوا بيه لما يلاقوه كده. اعمليه كده حبيبتي، يلا اعمليه وتهني كده يا رب. لايكات وشير بقى انكم ثواب حبايب قلبي. مع السلامة حبيبي، مع السلامة.